السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه يا طلاب تانية اعدادي؟ في الفيديو ده ان شاء الله هنحل محافظة البحيرة والمحافظة اللي بعدها. بس قبل ما نبدأ حل، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، ولو حد عنده اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليكم ان شاء الله. ولو حد حابب ينضم معي في جروبات الاونلاين هسيب لكم رقمي في الديسكريبشن بوكس. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة نقرا القطعة مع بعض بالراحة كده. اول حاجة بيقول ايه: Nous sommes le 3 février، يعني إحنا بنكون في شهر 3، بنكون في يوم 3 فبراير. C'est le mois idéal pour faire du ski، يعني ده الشهر المثالي اللي ممكن نعمل فيه تزلج على الجليد. Il fait froid et il y a beaucoup de nuages، يعني الجو بارد et il y a beaucoup de nuages وفي كثير من الإيه؟ في كثير من النياج اللي هو الثلج. صوفيا وبولين رشيدة vont réserver un petit appartement، هما يحجزوا إيه؟ حجزوا بقى un petit appartement، شقة صغيرة pour une semaine لمدة أسبوع dans une station de sport، في منتجع رياضي. Elle skie toute la matinée، يعني هم كانوا بيتزحلقوا على الجليد طول اليوم الصبح. sur les pistes، على المنحدرات. à midi، في الساعة 12 الظهر. elle mange les sandwichs، هم كانوا بياكلوا ايه؟ ساندوتشات كي elle ont préparé، اللي هم جهزوها. ensuite بعد ذلك elles rentrent à leur appartement، رجعوا لإيه؟ رجعوا لشقتهم. le soir بالليل ils ont décidé d'aller au cinéma pour voir le dernier film de Tom Cruise. يعني إيه؟ بالليل le soir يعني بالليل. elles ont décidé، كانوا مقررين إن هم يروحوا السينما علشان يشوفوا آخر فيلم لمين؟ لتوم كروز. et elles iront après au restaurant، وبعدها يروحوا ريستوران المطعم. شوف أول سؤال، زي ما عارفين أول 3 أسئلة بيبدأوا بask، هنرد عليهم يا إما بوي يا إما بنو. أول سؤال بيقول اسك صوفيا بولين رشيدة on réservé un petit appartement، كانوا حاجزين شقة صغيرة. طبعا وي لأن هو قال كده فوق، يبقى طالما الإجابة بوي هنشيل اسك وننزل الجملة زي ما هي. ممكن نشيل صوفيا وبولين ورشيدة ونكتب مكانهم avec اس اختصارا لكل ده يعني، ونكتب on réservé un petit appartement. رقم 2 بيقول اسك توم كروز جوار، هل توم كروز ده لعيب؟ طبعا غلط، فننفيها نقول نو، واقول شيل اسك واقول توم كروز واقول ني صل على با النبي. جوار، ونكمل. رقم 3 اسك لي تغوا في فونت دو سكي لو سوار، هل الثلاث بنات هيلعبوا تزحلقوا على الجليد لو سوار في المساء؟ هو قالوا كده، ده قالوا هيتزلقوا على الجليد طول الصباح لا ماتيني، يبقى طبعا غلط. هقول نو، اشيل اسك واكمل الجملة عادي، بس اول ما اوصل عند كلمة لو سوار هشيلها واحط مكانها متان في الصباح. بعد كده السؤال رقم 1 pour combien de joueurs، كام يوم لتروى في التلات بنات on réservé un appartement، حجزوا الشقة. هما مش قالوا فوق إن هما حجزوا لمدة أسبوع يعني 7 أيام. نقولها إزاي؟ هقول لتروى في on réservé un appartement، وأقول زي ما مكتوب فوق pour une semaine لمدة أسبوع، أو أكتب 7 jours لمدة 7 أيام. السؤال رقم 2 qu'est-ce qu'elle mange à midi، هم هياكلوا إيه في الميدي الظهر؟ نرجع نشوف، قالوا elle mange les sandwich، نقدر نكتبها هي بالضبط من غير ما نغيّر فيها حاجة. هم هياكلوا هم هياكلوا les sandwich، الساندوتشات اللي هم عملوها. آخر سؤال في القطعة بيقول أوياس كاسيفي فونت لوسوار، هم رايحين فين؟ أين سيذهب البنات في المساء؟ نروح نشوف هم قالوا في لوسوار أهي ils ont décidé، هم مقررين d'aller au cinéma عشان يروحوا السينما. نقولها ازاي برضو اختصار لكل الكلام ده؟ لسي في فونت لوسوار واكتب au cinéma. كده خلصنا القطعة، نيجي لأول سؤال في الموقف. أول سؤال بيقول زي ما عارفين لازم نخلي بالنا مين اللي بيتكلم ومين اللي هيقول. يقول أنا صديقي تو ديموند هو اللي بيسأل. صديقي بيسألني سكيل فو، ماذا يلزم بور فير دو كامبينج، عشان أعمل كامبينج تخييم. تو دي هو اللي سأل وانت اللي هترد، يبقى تقول له انتوا عايزين خيمة. رقم 2 to propose، أنت بتقترح à ton cousin، على ابن عمك. كلمة propose معناها تقترح.
إذا بتقترح على ابن عمك de faire une croisière يعني croisière يعني رحلة بحرية، تودي أنت هتقول له يبقى أكيد si on faisait du bateau روحوا اركبوا مركب. رقم 3 un ami te demande صديقك بيسألك qui tu entraînes au foot مين اللي بيتدرب الفوت في لعبة كرة القدم؟ تودي أنت هتقول له c'est l'entraîneur طبعًا المدرب. رقم 1 هنا بقى تصريفات الأفعال. أول سؤال بيقول نقط le basket عايز أصرّف verb pratiquer يمارس، هنا في المضارع ما فيش كلمة دالة على مستقبل ولا على ماضي، يبقى هتتصرّف في المضارع، هتبقى pratique هنشيل منها الER ونحط ONS. رقم 2 demain بُكرة يبقى هاصرّف في المستقبل. verb voir بيتصرّف إزاي في المستقبل؟ ممكن نصرّفه في المستقبل القريب فيبقى il va verb aller زائد المصدر وأحط voir زي ما هو. طب لو عايزة أخلّيه في المستقبل البسيط أعمله إزاي؟ الverb voir ده كان شاذ يبقى vers بالشكل ده والإل بتاخد نهاية حرف الA verra. رقم 3 أحمد وبعدها علامة تعجب ده بيفكرنا بدرس الإيه؟ بدرس الأمر. هنا كنا عارفين إن طبعًا درس الأمر بيتصرف مع ال3 ضماير بس الtu والnu والvu. هنا هل في كلمة دالة على أي واحدة فيهم؟ أحمد ده منادى مفرد، ده مش ضمير، ده مش اسم سوري، يعني مش هيتصرف زي الإيل. ما ينفعش أصرّفه زي الإيل، ليه؟ لإن دي جملة أمرية، ده مش فاعل، ده منادى وهيتصرّف زي الto. يبقى أنا عايزة أصرّف verb faire مع الto هيبقى FAIS. في ملحوظة دايمًا بنقولها إن إحنا بنحذف الS لو قبلها E أو A، هنا تتحذف؟ لأ طبعًا ده قبلها I. رقم 4 hier elle نقط le train هنا أكيد طبعًا كلمة hier يعني امبارح، عايزة أعرف verb prendre مع الآلة avec S. في الماضي يتصرف إزاي في الماضي؟ هنا ممكن نصرفها في الماضي المركب فيبقى elles ont نصرفها مع verb avoir في المضارع اشمعنى؟ لأن verb prendre مش من ال14 verb اللي بياخدوا être. وفعل prendre في الماضي المركب في اسم المفعول بيكون pris بالشكل ده. ده شاذ لازم يتحفظ الأسماء المفعول بتاعة الفيربات الشاذة. نيجي بعد كده للchoose. رقم 1 بيقول نقط في peu دي حاجة ثابتة، لمّا عايز أقول الجو إيه اللي ثابت معاه هي il fait ما ينفعش أقول ال. هتقولي يا ميس ما FAIT دي بتاعة الإل والإل ولو الon كمان ما ينفعوش، بس هي دي حاجة ثابتة اسمها il fait يعني الجو. رقم 2 منى منى تشعر المفروض أختار أنهُ طبعًا فغوى الأولى. طب إزاي يعني مش منى دي بنت، بس إحنا أصلًا كلمة فغوى لا بتتأنث ولا بتتجمع. رقم 3 نقط printemps commence le 21 مارس. عايزين نقول إن الربيع بيبدأ يوم 21 مارس. هنا دايمًا في ناس مستعجلة تروح تختار الAU راحوا اختاروها هتبقى غلط، وأنا ينفع أقول في الربيع يبدأ 21 مارس؟ يعني أنا ما ينفعش أصلًا أحط حرف جر، يبقى هاحط أداة معرفة وهي le printemps. رقم 1 في تكوين السؤال Je me sens fatigué أنا أشعر بالتعب. عايزة أقول بالعربي كيف تشعر؟ يعني حاسس بإيه؟ فهاسأل بإيه؟ هاسأل بكومون. أدي كومون. بعد كومون الجو هتتحول طبعًا للtu والme هتبقى ti وson هتفضل زي ما هي عشان الجو والtu بيتصرفوا زي بعض. Comment tu te sens؟ كيف تشعر؟ رقم 2 il fait chaud الجو حار. يبقى عايزة أقول ما حالة الطقس اسمها quel temps اشمعنى استخدمت quel دي عشان كلمة temps مفرد مذكر. quel temps fait-il باعمل مقص أحط الفيه الأول بعد كده الإل fait-il. نيجي للcomplete hier امبارح le temps الطقس وعايزة أكمّل. مثلًا عايزة أقول الطقس كان جميل مثلًا، يبقى كان ده المفروض إن temps إحنا متعودين بنحط الEST بس أنا لازم الverb être ده يكون في الماضي، هيبقى ET بالشكل ده اللي هو الماضي المستمر وأحط AIT دي النهاية بتاعة le temps اللي هتتصرف زي الإل. يبقى le temps était واكتب peu كان جميل. رقم 2 quand j'ai chaud عندما أشعر بالحر ممكن أقول إيه؟ ممكن مثلًا أقول إن أنا رايح البحر مثلًا والجو بيكون حر باروح البحر، يبقى je vais à la mer. السؤال اللي بعده en vacances mon frère في الأجازة أخويا وسابها لي. ممكن أقول في الأجازة أخويا هيسافر باريس مثلًا، يبقى أقول mon frère va voyager à Paris. نيجي بعد كده لمحافظة سوهاج.
أول حاجة القطعة في السؤال هنا ده سؤال وكل واحد بيجاوب على السؤال ده. Que faites-vous en vacances؟ يعني بتعملوا إيه في الأجازة؟ أول واحدة منى عندها 30 سنة بتشتغل médecin يعني طبيبة، فبتقول صل j'habite على النبي. à Alexandrie أنا عايشة في إسكندرية le soir بالليل je prends ma bicyclette بركب الدراجة بتاعتي et je me promenais dans les rues d'Alexandrie تقعد تتنزه في شوارع إسكندرية et sur la corniche وعلى الكورنيش. نيجي لتاني واحدة نانسي عندها 25 سنة بروفيسور مدرسة بتقول comme toute ma famille مثل عائلتي كلها j'adore la lecture أنا بحب الإيه بحب القراءة on n'aime pas sortir ما بتحبش الخروج on a une petite bibliothèque عندهم أو عندنا بتقول إحنا عندنا petite bibliothèque مكتبة صغيرة à la maison في المنزل j'adore lire أنا بحب القراءة les livres قراءة كتب الديستواغ اللي هم التاريخ قراءة كتب التاريخ ولكن mon mari زوجي aime lire les livres de sciences بيحب قراءة كتب الساينس اللي هي العلوم. بعد كده باسم عنده 30 سنة guide touristique يعني مرشد سياحي يقول je n'ai pas de vacances أنا ما عنديش أجازة je suis de الأقصر أنا أكون من الأقصر c'est une ville riche en monuments هي مدينة غنية بالإيه بالآثار التاريخية je passe les 4 saisons أنا باقضّي ال4 فصول au musée في المتاحف et au temple والمعابد، يبقى هو دايمًا شغّال طول السنة. أول سؤال، أول سؤال بيقول est-ce que منى reste à la maison en vacances هي منى بتفضل قاعدة في المنزل في الأجازة؟ منى قالت طبعًا ده هي بتحب تنزل بالعجلة بالليل وتتنزه في إيه، في شوارع إسكندرية، يبقى طبعًا no ونقدر ننفي الجملة أشيل est وأقول منى ne reste pas. أو نقول إن هي بتتنزه بدل الجو هتقول elle دي وأقول بدل برضه المَوّ تبقى se وأكمّل بقى se promène dans les rues d'Alexandrie ما بتفضلش قاعدة في البيت. رقم ونكمّل طبعًا الجملة يقول Mona ne reste pas la maison en vacances لو هتنفوا الجملة. رقم 2 est-ce que باسم travaille toute l'année يقول هل باسم بيشتغل طول السنة؟ فعلًا هو قال إن هو ما بياخدش إجازة أصلًا يبقى no sorry هتبقى oui. هتبقى وي وطالما الإجابة وي يبقى نشيل اسك وننزل الجملة زي ما هي. رقم 3 اسك لا فامي دو نانسي هل عائلة نانسي بيحبوا زيارة المونيمون الآثار التاريخية؟ تطلع لنانسي نانسي قالت أصلا إن هي ما بتحبش الخروج يبقى نو. ممكن نقول لأ هي ما بتحبش عائلة نانسي نم ننفي فيرب ايمي وأقول با بس كده. أو ممكن هم أصلا قالوا إن هم بيحبوا القراءة يعني فعلًا ممكن تبقى أفضل كمان لو هانفي وباقول الجملة الصح بدل ما أنفيها، هي قالت إن هي بتحب عائلتها كلها بيحبوا القراءة، يبقى هاشيل كلمة visiter les monuments وأكتب la famille de Nancy aime la lecture بيحبوا القراءة. جميل جدًا. رقم 1 في الأسئلة ال3 التانيين بيقول وياسك باسم أبيت أين يعيش باسم؟ نطلع نشوف باسم. قال باسم إن هو عايش، قال إن هو أصلًا من الأقصر، يبقى في الأقصر، يبقى هاقولها إزاي، هاقول باسم أبيض واكتب الأقصر. نيجي لرقم 2 بيقول quelle est la profession de منى؟ ما مهنة منى؟ نطلع نشوف منى، منى قالت إن هي طبيبة médecin طب أقولها إزاي؟ هاقول منى طبعًا فاكرين من في سنة أولى كنا بنستخدم verb être في المهن عشان أقول مهنتها، منى إيه واكتب médecin. تمام. رقم 3 كاسك نانسي ماذا نانسي تحب؟ نطلع نشوف نانسي، نانسي قالت إن هي بتحب إيه، بتحب القراءة وممكن نقول إن هي كانت بتحب قراءة الكتب d'histoire طب هانقلها إزاي؟ طبعًا الجو هتبقى هي وأدار ممكن نسيبها زي ما هي أو نقول الاتنين نفس المعنى عادي، دي تعشق ودي بتحب، بس كده بتدّينا نفس المعنى مش أكتر. elle adore أو elle aime وأكمل الجملة les livres d'histoire. كده خلصنا القطعة. أول سؤال في المواقف بيقول to demand à un copain أنت بتسأل صديقك son sport préféré عن رياضته المفضلة to دي أنت هتقول يبقى أنت المفروض تقول له رياضتك المفضلة إيه أو ما ينفعش يعني أول واحدة دي بيقول رياضة صديقك إيه المفضلة بالنسبة له يبقى هي هتبقى في سي je fais de la boxe أنا بلعب بوكس et toi وأنت إيه اللي أنت بتحبه la boxe c'est quoi بيقول لك هي البوكس دي إيه أصلا. رقم 2 ton ami te demande صديقك بيسألك
que l'entraîneur fait يعني بيعمل إيه المدرب. tu دي أنت هتقول صديقك اللي سأل وأنت اللي هترد عليه، فهتقول له بيعمل إيه المدرب ده؟ il met la stratégie de jeu يعني بيحط الخطة بتاعة اللعبة. أما il dirige le match ما حدش يتلخبط فيها، دي بتاعة الarbitre الحكم. نيجي لرقم 3 pour se informer sur لكي تستعلم عن الطقس في الإيفار الشتاء on dit أنت بتقول عايزين نقول ما حالة الطقس في الشتاء إيه فين أهي il fait quel temps en hiver. نيجي بعد كده لرقم 1 في تصريفات الأفعال. dans 2 jours خلال يومين دي كلمة دالة على المستقبل، وعايز أعرف verb partir يا إما في الماضي المركب فأقول je vais وأسيب الverb في المصدر verb عليه زائد المصدر يبقى أحط partir زي ما هو، أو هيبقى partira بالشكل ده، يا إما في المستقبل البسيط أو في المستقبل القريب. رقم 2 vous نقط du sport عايز أصرف verb faire مع الفو، هنا في المضارع عادي هيبقى vous faites، فما فيش كلمة دالة على الماضي ولا على المستقبل. رقم 3 le temps الطقس نقط ensoleillé كان مشمس hier امبارح، نقرا الجملة للآخر عشان ممكن تلاقي الكلمة الدالة في الآخر. يبقى هنا امبارح دي كده لازم أصرّف في الماضي، ممكن أخلّيها تبقى إيه، لإن الverb le temps هيبقى بالشكل ده ET وأحط AIT عشان الle temps هاتصرّف زي الإل. رقم 4 hier nous عايزين نصرّف verb voir، verb voir مع nous هنا هنصرّف في الماضي المركب، يبقى أخلّيها nous avons اشمعنى صرّفت مع verb avoir علشان verb voir مش من ال14 فعل. بعد كده verb voir في اسم المفعول هيبقى VU، ده أصلًا بيتحفظ. نيجي بعد كده choose بيقول نقط activité préférée، المفروض كلمة activité مؤنث فنروح نختار غلط ليه؟ لإن ده مبدوء بvoyelle ما ينفعش 2 voyelle ييجوا ورا بعض، فنختار بتاعة المذكر يبقى ton activité. رقم 2 mes amis entrés نقط en janvier، هنا المفروض إن أنا أختار إيه، أختار فروة لإن قُلنا فروة ما بتتأنسش ولا بتتجمع حتى لو هو بيتكلم عن جمع. رقم 3 طنطا se trouve نقط له دلتا، لمّا يكون في عندي اتجاه زي كده أو أي مكان مبدوء بأداة معرفة لازم أحط الدال. رقم 1 في تكوين السؤال بيقول elle aime le cyclisme هي بتحب السيكليزم ركوب الدراجات، فأنا بالعربي هاقول إيه، ماذا هي تحب، يعني إيه ماذا، دي أهي كاسك، كاسك يعني يحب، وبعدها أقول كاسك elle أحط الL وبعد كده أقول الM بس كده. رقم 2 je vais à la campagne أنا أذهب إلى الريف، طالما عندي مكان يبقى أسأل طبعًا بأين، وهاحط بعدها الverb وطبعًا الje والv هيتحولوا لtu vas، أحط vas شرطة وأحط to. نيجي لآخر حاجة وهو الcomplete تكملة الجملة. رقم 1 بيقول pour être en bonne forme عشان تكون بصحة جيدة المفروض أقول له il faut لازم تمارس رياضة، بعد il faut لازم أحط الverb في المصدر il veut faire du sport. رقم 2 ممكن أقول إن الspectator مشجعين بيشجعوا اللعيبة، encourage بيشجعوا، بعد كده يعني إيه لعيبة؟ هاقول encourage les joueurs. السؤال الأخير pour trouver l'air pur يعني إيه l'air pur؟ يعني هواء نقي، عشان تلاقي هوا نقي المفروض تروح فين؟ قُل je vais طبعًا هيكون الريف je vais à la campagne G مش بتتنطق يا جماعة. وبكده نكون خلّصنا فيديو النهارده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، ولو حد حابب ينضم معايا في جروبات الأونلاين هاسيب لكم رقمي في الdescription box. وأشوفكم في فيديو جديد au revoir.